الطبيعة دي عاملة زي فيلم الأكشن، كل مشهد فيه حركة وكل بطل عنده حركة خاصة بيه. في حيوانات لو قعدت معاها هتقول والله احنا اللي متأخرين مش هم. النهاردة أنا جايب لكم شوية معلومات غريبة هتخليكم تندهشوا وتضحكوا في نفس الوقت. أنا أحمد اليسري من قناتي على اليوتيوب، يلا نركب الموجة ونبدأ. واللي فاز معانا الحلقة اللي فاتت هو 1000 مليون مبروك يا نجم. وسؤال حلقتنا النهارده، ايه الحيوان اللي ممكن ينام 3 سنين ورا بعض؟ مستني اجاباتكم في التعليقات ومن غير ما تدوروا في جوجل يا شطار. الجمل ممكن يشرب 100 لتر ميه في اقل من 10 دقايق. انا لو عملت كده هتلاقيني ساكن في الحمام بقيه حياتي. البومه الرماديه الكبيره تقدر تسمع صوت فار تحت التلج من مسافه بعيده، يعني لو اتكلمت عليها هتيجي تقول لك مين اللي اتكلم عليا. الكنغر الاحمر اطول كنغر في العالم، بيوصل طوله لحد 2 متر. ده لو لعب سله ده مش هيحتاج ينط اصلا. السلطعون الناسك بيستعير قوقعة من غيره لو قوقعته صغيرة عليه، يعني عامل زي اللي بيستلف جزمة من ابن خالته. الضفدع الخشبي بيجمد نفسه في الشتاء وبيرجع للحياة في الربيع، وعلى رأي الفنانة فيروز حبيتك بالصيف ونطرتك بالشتاء. الدب القطبي بيجري بسرعة حصان في المسافات القصيرة، ده لو دخل سباق الحصان هيطلب انسحاب. التمساح القزم بيعيش في الغابات المطيرة مش زي ما احنا فاكرين في الانهار الكبيرة، يعني بيحب الجو الرومانسي المبلول. اليسا ده على طول. الحوت القاتل في الحقيقة من عائلة الدلافين، يعني لقبه مرعب لكن اصله دلع. فرس النهر بيقضي اغلب وقته في المية علشان جسمه بس ما يسخنش، يعني عامل زي اللي بيهرب من الحر للبحر طول الصيف. القرش الازرق بيهاجر الاف الكيلومترات كل سنة، ده اكتر واحد عنده نقاط سفر في الخطوط الجوية. الفراشة الملكية بتقدر تعيش لحد 9 شهور، وبالنسبة لعالم الفراشات دي تعتبر جدة. النعامة بيضتها أكبر بيضة على مستوى الطيور، دي لو اتعملت بيضة مسلوقة هتكفي عزومة بحالها. الأخطبوط دماغه موزعة على دراعاته، يعني يقدر يلعب شد الحبل مع نفسه ويفوز. الغوريلا الجبلية نادرة جدا، عددها قليل في العالم، يعني لو شفت واحدة الحق اتصور معاها سيلفي فورا. السلحفاة جلدية الظهر وزنها ممكن يوصل ل 900 كيلو جرام، دي لو ركبت أسانسير محتاجة تصريح خاص. القندس بيقدر يبني سدود طولها يوصل لحد 800 متر، ده لو اشتغل مقاول كان هياخد كل مناقصات الحكومة. الثعلب القطبي فروه بيغير لونه حسب الفصل، يعني عنده دولاب ملابس طبيعي. الخفافيش بتاكل آلاف الحشرات في الليل، ده لو كان ساكن معانا كان ريحنا من الناموس. البطريق الجنتو أسرع سباح بين الطيور، ده لو دخل الأولمبياد مش هيلاقي منافس. الأسماك الطايرة بتقفز فوق المياه للهروب، يعني بتحب الحركات الأكشن في حياتها. الزرافة بتنام وهي واقفة ومعظم نومها دقايق. القرش الابيض ما بيوقفش عن الحركه طول حياته، ده حتى وهو نايم بيعمل خطوات على ساعته. التمساح بيعيش اكتر من 70 سنه، يعني ممكن يحضر جيلين من العيله في عيد ميلاد واحد. الضفادع السامه لونها الذهبي يحذر العدو، يعني عامله زي اللي لابسه فسفوري في فرح بلد. الفيل اذنه كبيره ومش بيسمع بيها بس، دي كمان بتبرد له الدنيا، يعني لو الدنيا حر بيشغل المراوح المدمجه. قولوا لي بقى في التعليقات ايه اكتر معلومه عجبتكم، وما تنسوش تجاوبوا على سؤال الحلقه، ايه الحيوان اللي ممكن ينام 3 سنين ورا بعض؟ واللايك والشير والاشتراك والحاجات الحلوه ديت عشان نشوفكم الحلقه اللي جايه. سلام.